لو الايام اتبدلت كان زمان انا السيد والكل توابع. منافسة قوية بين النجوم في منافسة رمضان 2025. وفي حلقتنا النهاردة نعرفكم قائمة مسلسلات رمضان 2025 زائد قنوات العرض. رمضان كريم وكل سنة والأمة العربية كلها طيبة. بس قبل ما نبدأ حلقتنا يا ريت تصلي على النبي، ويلا ما نطولش عليكم ونبدأ حلقتنا ونقول بسم الله. دايما المؤمن مصاب. المؤمن، انا ذنب امي ايه؟ وأول مسلسل معانا في قائمتنا يكون مسلسل الكابتن بطولة أكرم حسني وآية سماحة وسوسن بدر وأحمد عبد الوهاب ورحمة أحمد. المسلسل مكون من 15 حلقة ويعرض على قناة DMC. والمسلسل اللي معانا بعد كده في قائمتنا يكون مسلسل أشغال شاقة جدا بطولة هشام ماجد وأسماء جلال ومصطفى غريب وشيرين ومحمد محمود ومحمد عبد الوهاب وغيرهم. المسلسل مكون من 15 حلقة ويعرض على قناة MBC مصر. المسلسل اللي معانا بعد كده يكون مسلسل حكيم باشا بطولة مصطفى شعبان وسهر الصايغ ورياض الخولي ومنذر رياحنا ودينا فؤاد وأحمد صيام ومحمد نجاتي. المسلسل مكون من 30 حلقة ويعرض على قناة الحياة. المسلسل اللي معانا بعد كده في قائمتنا يكون مسلسل عقبال عندكم بطولة حسن رداد وإيمي سمير غانم ومحمد ثروت ونعام سلوسة وعارفة عبد الرسول وإسماعيل فرغلي وغيرهم. المسلسل مكون من 15 حلقة ويعرض على قناة CBC. المسلسل اللي معانا بعد كده يكون مسلسل فهد البطل بطولة أحمد العوضي وعصام السقا وأحمد عبد العزيز وميرنا نور الدين وكروان عزمي ومحمود البزاوي وغيرهم. المسلسل مكون من 30 حلقة ويعرض على قناة أون. المسلسل اللي معانا بعد كده يكون مسلسل نص الشعب اسمه محمد بطولة عصام عمر ورانيا يوسف ومحمد محمود وسوسن بدر ومحمد عبد العظيم وشيرين وغيرهم. المسلسل مكون من 15 حلقة ويعرض على قناة MBC مصر. المسلسل اللي معانا بعد كده يكون مسلسل ولاد الشمس بطولة أحمد مالك وطه دسوقي ومحمود حميدة وغيرهم. المسلسل مكون من 15 حلقة ويعرض على قناة CBC. المسلسل اللي معانا بعد كده يكون مسلسل الغاوي بطولة أحمد مكي وعمرو عبد الجليل وعائشة بن أحمد وغيرهم. المسلسل مكون من 15 حلقة ويعرض على قناة أون. والمسلسل اللي معانا بعد كده يكون مسلسل النص بطولة أحمد أمين. المسلسل مكون من 15 حلقة ويعرض على قناة DMC. والمسلسل اللي معانا بعد كده يكون مسلسل العتاولة الجزء الثاني بطولة أحمد السقا وطارق لطفي وباسم سمرة وزينة وفيفا عبده وغيرهم. المسلسل مكون من 30 حلقة ويعرض على قناة MBC مصر. المسلسل اللي معانا بعد كده يكون مسلسل الحلنجي بطولة محمد رجب ومحمد لطفي ومرهان حسن وعبير صبري وأروى جودة وطارق صبري. المسلسل مكون من 30 حلقة ويعرض على قناة النهار. المسلسل اللي معانا بعد كده يكون مسلسل منتهى الصلاحية بطولة محمد فراج وياسمين رئيس وهبة مجدي ومحمود الليثي وهاجر أحمد. المسلسل مكون من 15 حلقة ويعرض على قناة MBC مصر. والمسلسل اللي معانا بعد كده يكون مسلسل المداح الجزء الخامس تحت عنوان أسطورة العهد بطولة حمادة هلال وغادة عادل وهبة مجدي وخالد الصاوي وخالد سرحان ودينا عبد العزيز وطارق النهري وغيرهم. المسلسل مكون من 30 حلقة ويعرض على قناة MBC مصر. المسلسل اللي معانا بعد كده يكون مسلسل وتقابل حبيب بطولة ياسمين عبد العزيز وكريم فهمي وخالد سليم ونيكول سابا وبدرية طلبة وإيمان السيد. المسلسل مكون من 30 حلقة ويعرض على قناة CBC. والمسلسل اللي معانا بعد كده يكون مسلسل إيش إيش بطولة مي عمر وماجد المصري وإدوار وشيماء سيف وانتصار وهالة صدقي وطارق النهري ومحمد الشرنوبي. المسلسل مكون من 30 حلقة ويعرض على قناة MBC مصر. المسلسل اللي معانا بعد كده يكون مسلسل سيد الناس بطولة عمرو سعد وأحمد رزق وأحمد زاهر وخالد الصاوي وإلهام شاهين وطارق النهري وريم مصطفى وإنجي مقدم ونشوى مصطفى وغيرهم. المسلسل مكون من 30 حلقة ويعرض على قناة MBC مصر. المسلسل اللي معانا بعد كده يكون مسلسل إخواتي بطولة نيلي كريم وروبي وكندا علوش وجهان الشماشرجي وعلي صبحي وعلي قاسم وحاتم صلاح وغيرهم. المسلسل مكون من 15 حلقة ويعرض على قناة CBC. المسلسل اللي معانا بعد كده يكون مسلسل قلع الحجر الجزء الثاني بطولة محمد رياض وسوسن بدر وعبد العزيز مخيون وغيرهم. المسلسل مكون من 30 حلقة ويعرض على قناة النهار. المسلسل اللي معانا بعد كده يكون مسلسل ظلم مصطفى بطولة إياد نصار وفتحي عبد الوهاب ورامي عبد الغفور ودياب وبسمة وأحمد عزمي وغيرهم. المسلسل مكون من 15 حلقة ويعرض على قناة الحياة. المسلسل اللي معانا بعد كده يكون مسلسل 80 باكو بطولة هدى المفتي وانتصار ورحمة أحمد ودينا سامي ومحمد لطفي وغيرهم. المسلسل مكون من 15 حلقة ويعرض على قناة MBC مصر. المسلسل اللي معانا بعد كده يكون مسلسل لام شمسية بطولة أمينة خليل وأحمد السعداني ومحمد شاهين ويسرى اللوزي وغيرهم. المسلسل مكون من 15 حلقة ويعرض على قناة DMC. المسلسل اللي معانا بعد كده يكون مسلسل عايشة الدور بطولة دنيا سمير غانم ومحمد الكيلاني ومحمد ثروت وسما إبراهيم وغيرهم. المسلسل مكون من 15 حلقة ويعرض على قناة الحياة. المسلسل اللي معانا بعد كده يكون مسلسل جودر الجزء الثاني بطولة ياسر جلال وياسمين رئيس والنور اللبنانية
ووفاء عامر واحمد فتحي واحمد بدير وغيرهم. المسلسل مكون من 15 حلقة ويعرض على قناة اون. المسلسل اللي معانا بعد كده هيكون مسلسل قلب ومفتاحه، بطولة آسر ياسين ومي عز الدين ودياب واشرف عبد الباقي وميرنا جميل. المسلسل مكون من 15 حلقة ويعرض على قناة DMC. المسلسل اللي معانا بعد كده هيكون مسلسل حسبة عمر، بطولة روجينا وسيد رجب ومحمد رضوان وعمرو عبد الجليل. المسلسل مكون من 15 حلقة ويعرض على قناة CBC. المسلسل اللي معانا بعد كده هيكون مسلسل حياة أو موت، بطولة حنان مطوع وأحمد الرفاعي وأحمد مجدي ورنا رئيس وسلوى عثمان وغيرهم. مسلسل مكون من 30 حلقة ويعرض على قناة النهار. المسلسل اللي معانا بعد كده هيكون مسلسل أثينا، بطولة ريهام حجاج وأحمد مجدي ومحمد علاء ونبيل عيسى وسوسن بدر وغيرهم. المسلسل مكون من 30 حلقة ويعرض على قناة CBC. المسلسل اللي معانا بعد كده هيكون مسلسل كامل العدد الجزء الثالث، بطولة دينا الشربيني وشريف سلامة وسعاد يونس وحسين فهمي وغيرهم. المسلسل مكون من 15 حلقة ويعرض على قناة اون. المسلسل اللي معانا بعد كده هيكون مسلسل شباب امرأة، بطولة غادة عبد الرازق وعبير صبري واحمد فتحي ويوسف عمر ومحمود حافظ ومحمد محمود. المسلسل مكون من 30 حلقة ويعرض على قناة النهار. والمسلسل اللي معانا بعد كده هيكون مسلسل قهوة المحطة، بطولة أحمد غز وأحمد خالد صالح ورياض الخولي وبيومي فؤاد وانتصار وهالة صدقي. المسلسل مكون من 15 حلقة ويعرض على قناة CBC. المسلسل اللي معانا بعد كده هيكون مسلسل الأميرة، بطولة ياسمين صبري ووفاء عامر ونظير الشافعي. المسلسل مكون من 30 حلقة ويعرض على قناة CBC. المسلسل اللي معانا بعد كده هيكون مسلسل الشرنقة، بطولة أحمد داوود وصبري فواز وعلي الطيب وصلاح عبد الله. المسلسل مكون من 15 حلقة ويعرض على منصة واتش. والمسلسل اللي معانا بعد كده هيكون مسلسل شهادة معاملة أطفال، بطولة محمد هنيدي ومحمد ثروت وصبري فواز وأسامة إبراهيم ومحمود حافظ. المسلسل مكون من 30 حلقة وهيعرض على قناة الحياة.